Hi guys, how are you doing? Hopefully you're all fine. النهارده هنتكلم على نقطة مهمة جدا في تعليم الإنجليزي. هو ليه معظم الناس بتحبط في تعليم الإنجليزي؟ ما تقدرش تكمل عملية تعليم الإنجليزي وبيحسوا إن الموضوع صعب جدا ومعقد ومش قادرين عليه. ده ببساطة عشان ما يعرفوش سر تعليم الإنجليزي فين. احنا في 44 أكاديمي قدرنا نوصل لسر تعليم اللغة الإنجليزية بكفاءة. إزاي تتعلم إنجليزي بكفاءة وبسهولة في أقصر وقت، وعملنا حاجة اسمها جولدن سيركل أو الدايرة الذهبية للتعليم الإنجليزي اللي من خلالها تقدر تتعلم إنجليزي بأقل مجهود وبأسرع وقت. تعالوا نشوف الكلام ده. أول مرحلة لازم تبدأ بأكاديميك كورس، لازم تدرس كورس أكاديمي يكون فيه 3 عناصر. العنصر الأول هو pronunciation، إزاي تنطق صح. العنصر الثاني لازم تدرس جرامر، ازاي اعرف اعمل تركيبات لغويه سليمه. العنصر الثالث هو الفوكابيولاري، لازم يكون عندك حصيله كلمات تقدر تخليك تتكلم انجليزي كويس. لو وقفت عند النقطه دي انت كده ما اتعلمتش انجليزي خالص. لازم النقطه دي يكملها نقطه ثانيه. النقطه الثانيه you have to listen، لازم تسمع انجلش. بس كتير مننا بيحاول يسمع وبيفشل، وده عشان انت ما بتسمعش في حاجه انت بتحبها. لذلك الليسننج لازم يكون انترست، لازم يكون من ضمن اهتماماتك، حاجه انت بتحبها، زي ما يكون موفيز مره في الاسبوع، سونجز انك تسمع اغاني باستمرار لو بتحب الاغاني، او انك تروح للويب سايت تاد اللي هتلاقي عليه فيديوز في مجالات كتير جدا زي الهندسه، زي التدريس، زي الاتش ار، كل المجالات هتلاقي عليها فيديوز ان انجلش. لو وقفت عند النقطة الثانية بانك تسمع انجليزي بس الحاجة بتحبها، انت برضه لسه ما اتعلمتش انجليزي، لان في نقطة ثالثة مهمة جدا وهي الاهم في تعليم الانجليزي، اللي هي you have to speak، لازم تتكلم انجليزي، وكمان you have to speak aloud، لازم تتكلم بصوت عالي. عشان كده لازم تخلق لنفسك حاجة اسمها انجلش كلاب، يعني مكان ممكن مع اصحابك، ممكن مع اسرتك، ممكن في المكان اللي بتاخد فيه كورس، تخلق مكان او تخلق شكل تتكلم فيه انجلش بصوت عالي. ولما تيجي تتكلم انجليزي بصوت عالي لاول مره بعد ما تمر بالمرحلتين دول، هتلاقي نفسك هتتفاجئ وتتصدم بانك هتعمل اخطاء كتير جدا. والاخطاء اللي هتعملها دي هي اهم نقطه او السر الحقيقي في انك تتعلم انجليزي بكفاءه. لان الاخطاء اللي هتعملها دي هتتحول لحاجه اسمها ريال ميستيكس او اخطاء واقعيه مش اخطاء نظريه. الانجليش كورس اللي بيدرس 3 عناصر دول هيقدر يجاوبك على الاخطاء دي بشكل سليم، ويقدر يخليك تتجاوزها، ويقدر يخليك تتكلم بطلاقه اكتر. مع انك تسمع في اهتمامك وتتكلم بصوت عالي وتعمل اخطاء، والكورس يحل لك الاخطاء باستمرار، دورانك في الدايره دي هيبتدي يقلل اخطائك بشكل مستمر لحد ما هتوصل لمنتج نهائي في تعليم اللغه او اي لغه هو اسمه الباشن. ان الدايره دي هتديك سعاده، هتبقى مصدر سعاده ليك، لانك هتحس انك you have really made a difference، انت فعلا عملت تغيير حقيقي في حياتك، وبقى عندك حاجه اسمها value او قيمه. الفاليو دي هي المصدر الحقيقي للباشن او للسعاده. احنا في 44 اكاديمي حاولنا نطبق الجولدن سيركل على كل الستودنتس اللي عندنا، وقدرنا نوصل لنتائج مبهره. ولو حابب تنضم لينا ممكن تقدر تشرفنا في محاضره الانجليش كلاب اللي بنحاول نطبق فيها الجولدن سيركل، وتشوف النتيجه بنفسك وتحس انك فعلا عملت ديفرنس او عملت فاليو، وتحس معنى what does it mean passion. كلمه passion معناها ايه؟ You are welcome in 44 Academy all the time. Thank you.